الناس اللي كبرت دماغها واعتبرت ان امبارح رمضان خلص، ده مش صحيح. لكن دي ليله غاليه جدا جدا جدا، والليله اللي جايه غاليه جدا جدا، لان اغلب الناس مكبره دماغها. ابدا، اوعى، خليك لغايه اللحظه، انما الاعمال بالخواتيم، باخر لحظه انت موجود فيها. عايز اقول حاجتين. اول حاجه، اول حلقه نصورها كلنا من بره، دايما بنبدا بطريقه مختلفه، لكن الحلقتين اللي جايين دول هنبداهم بطريقه كلنا قاعدين هنا. والحاجه الثانيه اللي عايز اقولها، انا دايما بقالي سنين طويله اخر حلقه بتبقى حلقه ليله القدر، وبعد كده بنعمل بانوراما اخر حلقتين. لكن السنه دي قررنا لا، احنا هنكمل الحلقتين دول، وبعدين حلقه ليله العيد اللي هي حفله العيد هنعمل لكم بقى مفاجاه كده كلنا ان شاء الله، شويه فقرات. المهم خلينا في اللي احنا فيه. انا عايز انطلق من قاعده النهارده. قاعده النهارده جميله جدا جدا جدا. افهم عن الله اللي هيفهمه لنا رسول الله عن الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حاجه في طبيعه البشريه رهيبه جدا، بيقول لك ان لكل عمل شره ولكل شره فتره، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى. حد فاهم؟ يعني ايه شره؟ شره يعني همه عاليه، فتره يعني همه واطيه. كل عمل من الاعمال دي طبيعه البشريه فعلا. اول الامتحانات همه عاليه، اخر الامتحانات همه واطيه. اول رمضان المساجد مليانه، 10 رمضان المساجد تبدا تفضى. لكل عمل شره. اول ما يتعين في الشركه الجديده اللي هو كان امنيه حياته يشتغل فيها شره، او بعد كده فتره. اوه يا رسول الله، ده انت بتحلل الشخصيه الانسانيه يا رسول الله. ده حديث، ده من الفهم عن الطبيعه البشريه. يعني معنى كده ان احنا نقبل الطبيعه دي؟ لا. طب ما هو القرآن بيقول لك إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق جزوعا. طب هو القرآن بيقول لك أيوة دي طبيعة فيك، طب ما تقدر تغيرها، عشان كده بيوصينا بالصبر. خلق جزوعا، الصبر في القرآن 90 مرة. مش معنى إنها من الطبيعة الإنسانية إنك ما تقدرش تغيرها. فاهمين الفكرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لكل عمل همة عالية وبعديه همة واطية. طب أنت بتقول لنا الكلام ده ليه النهاردة؟ ليه بتقول لنا؟ لأن رمضان هيخلص وهتبدأ كل الناس خلاص. هل رمضان نقطة بداية ولا نهاية؟ بس لازم تحط في دماغك، في حياتك، في الرياضة، في الشغل، في المذاكرة، في العبادة، إن أنا إزاي أتعامل مع الطبيعة البشرية دي. أيوة يا رسول الله، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فهمت يا رسول الله، أعمل إيه بقى؟ فمن كانت فترته لما ينزل لتحت إلى سنتي فقد اهتدى. مش فاهم اللي هي ايه بقى يا رسول الله؟ وليه ما قلتلناش طب لما تكون همتك عاليه تبقى زي سنتي؟ لانك مش محتاج، لان انت وانت في الهمه العاليه هتعمل سنته. ايه هي سنته في الهمه العاليه؟ الاحسان. انت وانت في الهمه العاليه بسبب الفلو يا علي اللي كنا بنقول عليه، الستيت اوف فلو، التدفق، عايز اعمل، انت هتعمل الاحسان دون ان تدري. فما قالكش عليها لانك هتعملها 10 الاواخر. لكن بالظبط، لكن فمن كانت، مش عارف ايه العلاقه بس ماشي، فمن كانت فترته فمن كانت فترته لما تنزل بقى، لما تنزل حبيبي لما انزل بقى، انزل لفين؟ فمن كانت فترته الى سنتي، اللي هي ايه؟ في الشره الاحسان. طب وفي الفتره لما تنزل الهمه، يقوم جايب لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثاني اللي يشرح لك تبقى ايه؟ أدومها وإن قل. حافظ على الأساسات، حط لنفسك ستاندر في حتة من الإحسان، مش 100%، مش بالطاقة العالية، بس ما تفقدش الأساسيات. ما تفقدش صلاتك بعد رمضان، ما تفقدش صلاة الفجر، ده من الفرائض بعد رمضان. ما تفقدش الذكر بس في المينيمم، بإحساس قليل مش زي إحساس رمضان. ما تفقدش قيام الليل بعد رمضان، 2 مرة في الأسبوع أو 2 مرات في الأسبوع، ومعهم قراءة قرآن، يبقى بقيت بتقرأ قرآن. ما تعملش زي الأسانسير في الدور العاشر، بدل ما ينزل واحدة واحدة قام نازل مرة واحدة فكل اللي فيه ماتوا. فمن كانت فترته إلى سنتي، الاعتدال في النزول، المحافظة على الأساسيات. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، من تقرب إلي شبرا، في رمضان كان ذراعا وكان باعا. فهمتوا الفكرة؟ أما حتة حديث دي قاعدة النهاردة، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. إيه سنتك يا رسول الله في الشرة؟ إحسان. إيه سنتك في الفترة؟ المحافظة على عدد أقل ولكن ما تنزلش خالص. حلوة الفكرة؟ هيخلص رمضان وإحنا في الختام قربنا، وحتى رحلتنا هتخلص. الرحلة دي علمتكم إيه؟
خلينا النهاردة نقول اتعلمنا ايه، وكل واحد كده يقول، وهتبقى دي حلقتنا النهاردة، احنا اتعلمنا ايه في الرحلة دي؟ مين يقول؟ اتفضل يا حبيبي. اتعلمت حاجات كتير، يعني ما اقدرش ان انا، صعب ان انا اركز في حاجة واحدة بس. ان ربنا قريب جدا وسميع حتى الحاجات الصغيرة اللي احنا مش فاكرين ان هي مهمة بالنسبة لنا. حضرتك لو فاكر، انا تاني يوم قلت لك انا يا دكتور بقالي كتير من ساعة رمضان يعني مستمرة في العبادة، بس مش حاسة بحاجة. مش عارفة احس الإحساس القوي اللي أنا حسيته في أول بداية رحلتي. تاني يوم على طول دخلنا في حلقة التوكل والرجولة، وأنا بصراحة أنا انهارت. فكأن ربنا بيقول لي يعني أنا جنبك، أنا سامعك وإنتي جنبي، و يعني كأنه بيقول بالغلاوة، بيطبطب عليا، كأنه بيطبطب عليا، اللي هو ما تزعليش، أنا إنتي جنبي. حلو قوي. اتعلمت قرب ربنا. اتعلمنا ايه كمان في الرحلة دي؟ انتوا عشتوا معايا حوالي 9 أيام بنصور فيها البرنامج وعايشين. احنا مش يا جماعة الناس اللي بيشوفونا، احنا ما كناش بنصور بس، احنا من صلاة الفجر للذكر، للأذكار الصباح، للدعاء، لقيام، لتفكير في تاني يوم، لتقييم عملنا ايه امبارح وازاي نحسن بكرة. أما كانت عيشة وضحك وأكل وعبادة وذكر وصلة بالله وتجديد نوايا. تعلمنا ايه في الرحلة دي مجد؟ دكتور، أنا بعيدا عن تصوير البرنامج والإحسان بشكل عام اللي أكيد طلعنا منه بهالرحلة يعني، بس تعلمت إنه إدارتك للأعمال، كيف تدير أعمالك ضمن هالضغط اللي نحن فيه، والتصوير والحلقات، وكيف إنه الإنجازات اللي بسرعة والمحافظة على الوقت، الانضباط بالوقت. كيف مثلا وقت نكون تحت ضغط معين نقدر نقوم بهالشغله على اكمل وجه، يعني بنفس الوقت تفكير كل الافكار اللي انتوا اقترحتوها الحمد لله لقيت نفسي بعملها تاني يوم، وانا استفدت كتير منكم، كنت بسمعكم. وعلى فكره الاستماع ده حاجه مهمه قوي في الحياه، انك تسمع. مين يقول اتعلم ايه؟ زين. بصراحة كمان بعيدا عن التصوير، صلاة الفجر كانت بالنسبة لي عالم تاني، عالم آخر تماما. خصوصا الذكر بعد الصلاة مع المشهد كان أثر فيني كثير لأن احنا كنا بنذكر قدامنا المشهد دون. فكان ايه كمان تعلمنا ايه كندا؟ دكتورة، أنا بحس واحدة من أكبر المشاكل اللي عم نعاني فيها حاليا إنه الناس ولله المثل الأعلى بتعامل رب العالمين وكأنها عم بتعامل البشر. فلما فتت بالبرنامج وهو كلياته بيحكي عن الفهم عن الله، وتعلمت عن رب العالمين أكثر، واكتشفت إنه أو انتبهت لقصة إنه الأسماء الحسنى أغلبها جاي على وزن أفعل أو فعيل، وهي من أسماء المبالغة باللغة العربية. يعني رب العالمين كريم، رب العالمين رحيم لأبعد الحدود. حسيت برب العالمين كتير، كانت تجربة روحانية، كانت طالعة من القلب دخلت للقلب. الله يرضى عنك. انت كنت رائعه يا كندا. يكفي ان احنا انت اللي كاتبه كل الحاجات دي. انا كتبت واحده والله ولا وتكتب واحنا على الهوا. يا جماعه ايه العادات اللي لها علاقه بكده؟ ولاقي كندا ونقوم عاملين. والله انا ما اظنش ان التلفزيونات العربيه تعرض عليها حاجه زي كده بالعمق ده. كنت رائعه يا كندا، كلكم الحقيقه كنتوا رائعين. ايه عليه؟ البرنامج جه في وقت انا كنت بكلمك قبلها، قبل ما اجي انا بتكلم من ناحيه الكوره، يعني كنت بكلمك بقول لك انا تعبت خلاص، وان انا يعني عمال ببذل مجهود وبموت نفسي ومش حاسس ان انا بوصل لحاجه وبتاع، وانا عارف ان انا كبير على الكوره، بس دي اخر فرصه السنه دي. بس حسيت يعني ان بعد البرنامج ان شاء الله هرجع بدفعه. يعني كل ما كنت بسمع اللي هو ان انت تشتغل جوه اللي تقدر عليه وتحاول وتموت نفسك وبتاع، لا تشتغل يعني على المتاح. يعني يفتح الله اعلم امتى ربنا يعني ولما كنا بندعي مثلا ان ربنا ممكن يبقى هيديني الحاجه اللي انا عايزها، بس مش في الوقت ده، في الوقت المناسب اكتر. فالله اعلم امتى الوقت ده. وحتى في الاخر لو ما وصلتش للي انا عايزه في الاخر، احسان ان انا اكمل لاخر ثانيه. فحسيت ان هي جت في الوقت اللي انا محتاجه. الحمد لله الحمد لله. منا، انا كل منزله من المنازل اتعلمت منها حاجه مختلفه. يعني تذكرت الآية كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. حسيت إن أنا دخلت في كل منزلة اليقين والتقوى والتوكل، وابتديت أعمل مابينج لكل منزلة بحياتي. اكتشفت إن أنا مثلا عندي أمي، هي لقيت إن هي مرت أو هي عايشة وبتعلمنا إن احنا نعيش بالمنازل السبعة. يعني أتذكر إن هي كانت دايما تقول لنا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعيشوا بالتقوى. وبعدين بعد وفاة أختي الله يرحمها، فأمي كان عندها اليقين وفي الدعاء إنها كانت دايما بتدعي
وبعد كده التسليم والرضا والتوكل. فيعني